كابتن سيف يعني بقناة المدى، برنامج المدى ستاديوم، يمكن هذا أول ظهور بقناة المدى، مع ذلك أنه أنت مقل بالظهور بوسائل الإعلام، يمكن صار لك فترة غايب عن الشاشة. صح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك وقناتك الكريمة قناة المدى. أتمنى لكم الموفقية والمزيد من الإبداع. بالتأكيد أنه بعيد عن الإعلام، لأنه تعرف أنه المشاكل اللي حصلت آخر الأيام اللي هي في المنتخب والوسائل الإعلام قام يتطرق لأمور كثيرة أنه أنا غنى عنها، لذلك أنه ابتعدت أنه حتى أركز في مستقبلي. كابتن خلينا نبدي من نادي الشرطة، يعني علاقتك مع هذا النادي صاحبها كثير من اللغط، يمكن يوم أمس إدارة النادي أعلنت أنه حضرت، يعني أعلنت استغناءها عن حضرتك، اليوم كان هناك تريث بالموضوع، خلينا بالصورة لو سمحت. شوف، أنا بالنسبة لي يعني كلاعب إنه السوشيال ميديا ما أسمع لها بصراحة، يعني بعض السوشيال ميديا إنه حتى ما أنتبه عليها، لأنه تعرف السوشيال ميديا أصبح في يعني في هذه السنين اللي 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية، إنه أصبح السوشيال ميديا هو الواجهة الكبيرة، إنه يعني قريب على الإعلام. ممكن الإعلام إنه تبين شكليا، تبين نفسك كإنسان، لذلك إنه السوشيال ميديا قام يتطرق أمور كثيرة غنى عنها، سواء كانت على اللاعبين، سواء كانت على مدربين، أو حتى على ناس مسؤولين. لذلك إنه تطرقوا، يعني الموضوع هذا صار إنه حصل إنه أمس يعني أكثر من صحفيين وأكثر من قناة إنه اتصلت بي وحضرتك أنت كذلك، لكن الأمر كان غير صحيح. وأنا بوجهة نظري مو كل شيء يطلع بالسوشيال ميديا إنه نتطرق عليه ونفتح مواضيع. إنه السوشيال ميديا ممكن يكتب عليك إنسان عمره 15 سنة 16 سنة وأنت ما تدري بيه، ننزل مواضيع يعني مواضيع كبيرة جدا، لكن إنه مع كل ذلك إنه لازم إنه تصحح الخبر، إنه الخبر يكون صح أو غلط. من خلال قناتكم هذا أول ظهور إلي، أعتقد ثاني ظهور إلي في بغداد، يعني من بعد قناة عربية صدى الملاعب. بالتأكيد إنه كان الخبر غير صحيح. مثل ما قلت لك إنه أمس أنا كنت جالس مع أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، واتفقت وياهم على موضوع البطاقة الدولية. يعني ما أخفي كسر إنه كل الناس اللي يدور على هذا الموضوع هم أخطأوا في الأمر. علينا كل إنسان إنه يخطأ لازم يراجع أوراقه، وبالتأكيد إنه إحنا جاهزين إنه يعني أقول لك إنه جاي نتعب إنه حتى نحصل البطاقة الدولية. مدير أعمالي متواجد في السعودية، وأيضا المحامي مالتي متواجد في السعودية، ونادي الشرطة جاي تشتغل وأنا جاي أشتغل، والباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن كابتن التصريح كان من أحد أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، وأعلن أنه حتى كانت هناك اتهامات خطيرة بأنه بعدم مصداقيتك مع الإدارة في جلب البطاقة الدولية. لا شوف، هو نتطرق على هذا الموضوع، موضوع طويل جدا يراد له حلقة كاملة، يعني أعتقد يراد له ساعة كاملة إنه حتى تتطرق لهذا الموضوع، لأن الموضوع يبدأ من السعودية وينتهي في العراق في العاصمة بغداد. إنه أنا جيت يعني وقعت قبل، يعني فسخت العقد مع الاتحاد السعودي قبل ما أوقع مع نادي الشرطة، وكان عندي فسخ عقد من طرف واحد، واللي هي الفيفا تقول من حق اللاعب إذا ما يستلم 3 أشهر رواتب من حقه يفسخ العقد من طرف واحد ويروح يوقع لأي نادي يعجبه. لذلك إنه أنا كان عندي فسخ عقد من طرف واحد، وبلغت بنادي الشرطة إنه أنا عندي فسخ عقد من طرف واحد. أيضا نادي الشرطة ما راجع الأمر، وما يعني شو أقول لك، ما كان منتبه على الموضوع. الاتحاد العراقي ما بلغ نادي الشرطة، لذلك الأوراق اللي كانت متواجدة، أوراق اللي هو فسخ العقد مالتي، نادي الشرطة ما يعني شو أقول لك ما قدموه للاتحاد العراقي. فالكشوفات وصلت، كشوفات نادي الشرطة وصلت من بعد ما انسدت الانتقالات اللي في العاصمة بغداد، اللي في الدوري العراقي سدت الانتقالات، وبعدها انه قدموا اوراقي، لذلك انه بعد ما يحق لي انه العب لانه الانتقالات الدولية انسدت. إذا نقول إنه التقصير كان من إدارة الشرطة؟ أنا ما أقول لك ممكن نادي، يعني مو ممكن، وإنما نادي الشرطة أخطأ، الاتحاد العراقي أخطأ، سيف سلمان أخطأ. قلت لك إنه إحنا ثلاثتنا إنه أخطأنا في الأمر. يعني شجاعة من الإنسان إنه يقول أنا خطأان، يعني خلي الجمهور كل الجمهور يعرف أنا خطأان، لأنه ما ذكرت النادي، يعني ما قلت لهم شنو الموضوع، شنو الأخبار، وين وصلتوا بالإجراءات، فاهم؟ فلذلك هذا خطأ مني، لأنه أنا ما نبهتهم، يعني حتى ما قلت لهم شنو وضعي، وين وصلتوا بالامر الاداره تقول انه دائما كانوا يذكروك بهذا الموضوع خلال الوحدات التدريبيه والمباريات التدريبيه. شوف انا اتمنى من كل الناس اللي يعملون في كل مجالات العمل
سواء كان صحفي، اعلامي، رياضي، مع احترامي للشخص اللي يشتغل بمطعم، لازم يكون يعني صادق في عمله، لازم يكون يعني قد كلمته، انه انت رجل، يعني لا تقول كلمه وثاني يوم تنكر، عيب. يعني حتى لو اخطات، من الشجاعه ان تقول انا خطأت.